بنية تلبس هذا شنو الاحمر شو اسمه؟ شنو؟ اشمعنى هذا اللي هسه لقيتوا علي السكارف وعود الا احمر وهاي السنه، يعني ليش كل سنه ما يطلع هيك امور؟ باعوا خليني اقول لكم شغله. احكي لكم اياها اربط لكم اياها بقصه قديمه وحلوه تفيدكم. اكو واحد تاجر من اهل الحجاز. هاي القصه حقيقيه. تمام عيني؟ اي من اهل الحجاز. قديمه بالزمن الاموي. بالاموي. فهذا تاجر بمن يشتغل بالخمار مال المرأة. الخمار بألوان أحمر وأبيض وأصفر وأسود. فهذا جاب خمار جابه من الحجاز راح للكوفة وعلى بغداد دا يبيع بيهن. عنده صديقة شاعر ببغداد اسمه ناسك الدارمي. وياي زين باع كل الخمار بقى عنده بس الأسود ما دا يمشي. هاي شلون بالله؟ ماشي يريد يجيبه يوديه كان يروح للشاعر قال له تعال انت العالم تعرفك سوي لي فد شغله تسويق. فكر له قال له خوش العالم تعرفه هذا الشاعر الدارمي فقير مو مال غرام وحب وهاي. قال دخل له زرقه بقصيده وبهاي قوموا البنات كلكم اشتروا الخمار الاسود. هسه نفس الحاله هذا واحد زين سواله تسويق انه الخمار الاحمر تسميه جديده. هو اول تالي هو هذا شال هو حاله نفس الشغله وقام ومشوها براس العالم.